الوكالة، السوق اللي الغني والفقير والمتوسط الكل بيروحوا والكل بيروح يشتري من عنده. انا واحدة بشتري معظم لبسي من الوكالة، لا عيب ولا حرام. وعايزه اقول لك حاجه، بيبقى براندات كمان، يعني انت لابسه براند. ناس كتير قوي تقولك ايه ده الوكاله، لا طبعا عمري ما اروح. عايزه اقول لكم يا جماعه ان والله العظيم انا بشوف ناس بتبقى اغنياء، ولاد اغنياء والله العظيم، يكونوا شايلين ايفونات بالوفات وعادي رايحين الوكاله يشتروا لبس. بيبقوا ناس اصلا اللي هم الناس الهاي دول بيبقوا رايحين يشتروا من الوكاله، فهو مش عيب. انا رحت الوكاله، كنت انا وصاحبتي ولفيت كتير قوي، لقيت حاجات كتير قوي عجبتني. البرفيوم هناك بيبقى اوريجينال وبيبقى خطير، بيبقى باسعار ما تتوقعهاش اصلا. انا مسكت ازازه برفيوم حرفيا هي لحد الان بتكلم عليها ريحتها بتيجي في مناخيري لوحدها، يعني ريحتها بجد حلوه جدا. هنا بقى كنت عند الجامع اللي في الوكاله، حبه تي شيرت بتبقى بتاعت الاطفال من سن تقريبا 4 سنين لحد سن 13 او 14 سنه. كل طبعا المقاسات والماتيريال خطيره. بصوا اصلا الهودي عامل ازاي، حلوه جدا، وجديد ما فيهوش اي حاجه. وطبعا بتبقى يعني الحاجه لا بتوبر ولا اي حاجه، وانتوا طبعا شايفين الاشكال بتاعتهم عامله ازاي، بجد بتبقى حلوه قوي. انا وقعته يا عيني، صعب عليا قوي والله بجد صعب عليا جدا. هنا اديته لصاحب المحل. بس بقى كل الاشكال وكل الالوان وكل حاجه بجد بيبقوا حلوين جدا، ان انتي هتروحي تجيبي ليكي. بصوا صاحبتي كانت بتطلع لي بردك، هنا طبعا كانت المقاسات الكبيره اللي هو مثلا يلبس من اول 16 سنه تقريبا يعني. انا ما بفهمش في المقاسات خالص، بس هو من اول 16 سنه كل الالوان. وبحب انا الهودي بيبقى عليه نقشه من ورا، بحسه بيبقى مختلف وبيبقى شكله عسول اكتر يعني. بصوا بقى حته السكر ده، يعني ده الاطفال تقريبا كانت ب50 جنيه ولا مش عارفه ب75 جنيه. انتوا متخيلين اصلا السعر والحاجة عاملة ازاي؟ حلوة جدا 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 للأطفال اللي هم اللي لسه مولودين، حاجات عسولة قوي وجديدة وما فيهاش أي حاجة. تبوري لصاحبتي. فأنا عايزة أقول لكم والله يعني مش عيب خالص ان انتي تشتري من هناك، او تشتري لبنتك او لابنك، محدش هيسألك انتي جايبة دي منين او مش جايبة دي منين. حلوين جدا وبيبقوا براند. بس صغننين قوي قوي قوي، بس انا بحب الحاجات دي قوي. هنا صاحبتي كانت بتشوف ده قريبها تقريبا، مش فاكره مين بس هو تقريبا قريبها. بس بقى كل بقى ما بتطلعي لورا بترجعي لورا بقى بتلاقي الاصغر. ده محل بردك في الوكاله جنب الجامع بالظبط، في الشارع اللي على نصيته زكي السماك. هتمشي قدام شويه هتلاقي المحل ده، هجيب لكم اسمه دلوقتي. بيبيع كل الكاوتشات الاوريجينال، كل ده اوريجينال على فكره. وكمان يعني انا لما دخلت سألت، انا بحسبه عادي، بس انا لما دخلت سألت لقيت الاسعار عنده غالية جدا. فاتأكدت ان هو كده ده اوريجينال يعني. كل بقى الكاوتشات السبورتس خطيرة حلوة جدا. انا بحب الحاجات اللي هي فيها شغل دي، بحب الحاجات دي قوي يعني. طبعا ده بقى جنب الابيض. بص العسل ده عسول قوي 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 قوي. الكونفرس ده مهما عدى عليه زمن عمره ما هيقدم طبعا، ده مستحيل. انا ممكن البس كل انواع وكل اشكال الكونفرس، ما عنديش اي مشكله لان هو ما بيقدمش خالص. هنا بقى كان جوه، هنا جوه في المحل بقى الكاوتشات اللي هي كانت اللي هي سبورتس شويه، وكمان بيبقوا حلوين جدا يعني. بصي انتي كل الاشكال بقى، رجالي او ولادي او بناتي، هتلاقي كل حاجه. بصوا ده عسول قوي والماتيريال خطيره. لو وصلتي في الفيديو لحد دلوقتي متنسيش تعملي اشتراك في القناه وتفعلي الجرس، تعملي لايك للفيديو ده، وتقولي لي بتتابعيني منين، انا بحب اعرف انتوا منين. وكمان هتلاقوا الفيديو ده كامل على القناه. خلاص احنا بقينا كامل على القناه. عايزاكم تقولوا لي بقى، هل انتوا هترضوا ان انتوا تروحوا تشتروا لبس او كاوتشات او اي حاجه من الوكاله، ولا ضد الفكره دي؟ انا عن نفسي عنديش اي مشكله ومش عيب، وبتبقى حاجاتهم حلوه جدا وبتعيش. باي.